معنا النهاردة قضية بشعة، قضية تهتز لها المشاعر الإنسانية. أحداثها ستجعلك تشعر بالحيرة والاندهاش. قضية هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه، واحدة من أغرب وأبشع القضايا التي سوف تسمع عنها في حياتك. قصة جريمة حقيقية من قضايا وملفات الآداب، حدثت بمدينة شبرا الخيمة بجمهورية مصر العربية. منال سيدة مصرية تسكن في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية، تبلغ من العمر 18 عاماً. كانت منال تعيش مع أخواتها الفتيات الأصغر منها سناً في شقة صغيرة. كانت حياتهن صعبة للغاية، وخصوصاً بعد وفاة أبيهن وأمهن في حادث سيارة. ومنذ ذلك الحادث تغيرت كل الأمور في حياتهن إلى الأسوأ. كانت منال وأخواتها يعشن وحدهن، ولم يكن هناك من يسأل عنهن، فضلاً عن أنه لم يكن لديهن أي مصدر دخل ينفقن منه. وقد أنفقن كل الأموال التي كانت بحوزتهن على أمور المعيشة. ولأن منال كانت أكبرهن، اضطرت إلى النزول للبحث عن عمل، وبالفعل عملت في أماكن كثيرة، لكنها في كل مرة كانت تترك العمل لأن الالتزامات المترتبة عليها من مصاريف دراسية لأخواتها ومتطلبات البيت كانت أكبر من دخلها. وبمرور الوقت ساءت حالة منال نفسية، وازدادت الديون عليها، لكنها لم تستسلم ونزلت تبحث عن عمل جديد. سألت في أماكن كثيرة، وكان من ضمن الأماكن التي سألت فيها محل لبيع الملابس الرجالية، ولكنها لم تقبل للعمل فيه أيضا لأن راتبه كان ضئيلا جدا. بعد أن خرجت منه تبعها شخص وأوقفها ليتحدث معها. أخبرها ذلك الشخص أن لديه وظيفة لها في مطعم. لم تصدق منال ما تسمعه في تلك اللحظة، ووافقت على الفور دون تفكير. حدد لها الرجل موعدا وأعطاها العنوان. في اليوم التالي ذهبت منال في الموعد المحدد، وبعد أن قابلت صاحب المطعم عرفت منه حقيقة المكان وطبيعة العمل. لقد كان المكان ملهى ليليا، وعملها فيه يتمثل في مرافقة الزبائن بمواعيد عمل تمتد من الليل حتى الصباح. حين عرفت منال طبيعة العمل فزعت وأرادت أن ترفض، لكن الأموال الطائلة التي ستكسبها من العمل جعلتها توافق. وقد اشترى لها صاحب الملهى ملابس جديدة لترتديها في أثناء عملها. أما عن أخواتها فقد تمكنت من إقناعهن أنها وجدت عملا جيدا في الفترة المسائية، وأنها قبلت به لأن مقابله المادي كبير، دون أن تخبرهن بنوع هذا العمل بالضبط. ولأن أخواتها كن يثقن بها لم يعترضن على الأمر. بعد يومين بدأت منال عملها في الملهى الليلي، ومنذ يومها الأول لفتت أنظار معظم الحاضرين بسبب جمالها، وأصبح الزبائن يطلبونها باستمرار. ومع مرور الشهور تكاثرت لديها الأموال، فسددت جميع الديون المترتبة عليها، كما غطت كل التزاماتها. في أحد الأيام بينما كانت منال ساهرة في الملهى كعادتها، نادتها أحد الزبائن وأخبرتها أنها تريد أن تتحدث معها. عرفتها بنفسها قائلة أنها اسمها مدام ليلى، وعرضت عليها أن تعمل معها، موضحة أنها ستجعلها تكسب أضعاف دخلها في الملهى الليلي. وفي نهاية حديثها طلبت منها أن تفكر جيدا، وأخبرتها أنها ستعود ثانية لتعرف رأيها سواء بالقبول أو بالرفض. لم تستغرق منال وقتا طويلا في التفكير، فقد رأت أن العمل الجديد سيكون أفضل لها لأن عائده المادي أكبر. وفي اليوم التالي ما إن رأت مدام ليلى في الملهى حتى توجهت إليها وأخبرتها بموافقتها على العمل لديها. وبالفعل تركت الملهى الليلية ودخلت مرحلة جديدة من التنازلات. عملت منال في ممارسة الرذيلة لدى مدام ليلى وفي شقتها،
ومع الأيام أصبح لها زبائن من جنسيات مختلفة يطلبونها بالاسم. ولما مضت الشهور وعميت الأموال بصيرة منال عن أفعالها المشينة، حدثت لها كارثة لم تكن في حسبانها. في يوم من الأيام بينما كانت منال تجلس مع شخص ما في غرفة النوم، سمعت صوت صراخ ورقد خارج الغرفة. ارتاعت حينئذ وانتفضت من مكانها، لكنها لم تلحق أن تتحرك أو حتى أن تخرج، فقد تفاجأت برجال الشرطة يقتحمون عليها الغرفة، وسرعان ما أمسكوا بها وبالشخص الذي كان معها. ألقي القبض عليها وعلى جميع من كان في الشقة، وبعد إثبات واقعة ممارسة الرذيلة صدر الحكم على منال بالسجن لمدة 1 واحدة. وخلال فترة حبسها لم يسأل عنها أحد من أخواتها. بعد أن قضت مدة عقوبتها وخرجت من السجن، كان أول ما فعلته أنها توجهت إلى بيت أهلها، لكن بعد وصولها لم تجد أحدا من أخواتها، وكان البيت يبدو مهجورا. وعندما سألت الجيران عنهن عرفت منهم أنهن قد انتقلن وتركن المنطقة إلى مكان آخر، وللأسف لم يكن أحد منهن يعرف عنوانهن الجديدة. وبعد أن أصبحت وحيدة، عاشت منال في شقة أهلها تختبئ خلف جدرانها خوفا من الخروج ومواجهة نظرات الجيران وسكان المنطقة. ولكي تنفق على نفسها ولأنها لا تملك مالا، بدأت تبيع أجزاء من أثاث المنزل، وفي الوقت نفسه نزلت تبحث عن عمل حتى وجدت وظيفة عاملة في مطعم شعبي بعد أن قبلت بالعمل واستمرت فيه لفترة طويلة. تجمع لديها بعض المال فتركت شقة العائلة واستأجرت غرفة على سطح عمارة بعيدة عن الحي الذي كان فيه بيت أهلها. كان في العمارة الجديدة التي سكنت فيها محل صغير لبيع الأقمشة صاحبه رجل اسمه فتحي يبلغ من العمر 40 عاما. كان فتحي رجلا منطويا على نفسه لا يتدخل في شؤون أحد، لم يكن له إخوة وتوفي والداه منذ زمن بعيد. كان متزوجا ولكنه فشل في حياته الزوجية وانفصل عن زوجته، وبعد انفصاله ركز على عمله فحسب. في اليوم الذي سكنت فيه منال العمارة رآها وهي تساعد العمال في إنزال أغراضها التي ستفرش بها الغرفة، ولما لفتت انتباهه ظل يتابعها بعينيه ليراها كل يوم وهي صاعدة ونازلة. بعد أيام فكر فتحي في التعرف إليها، وقبل أن يكلمها كلمها أياما عدة، وبعد أن تأكد أنها فتاة منطوية على نفسها لا تخرج إلا من بيتها إلى عملها ومن عملها إلى بيتها اطمأن لها. انتظر أمام باب محله، وفي موعد وصولها ناداها وحدثها معرفا إياها بنفسه. كانت منال تستمع إليه وهي لا تفهم ما يريد منها، إلى أن فاضقها بقوله أنه معجب بها وطلب يدها للزواج. لم تصدق منال نفسها وطلبت منه مهلة للتفكير، فوافق فتحي وظل ينتظر ردها بفارغ الصبر. بعد يومين مرت منال على فتحي قبل صعودها إلى العمارة، وقالت له أنها بحاجة لأن تخبره بكل شيء يتعلق بها، ولكن فتحي قاطعها ورفض أن يسمع أي شيء يتعلق بماضيها، قائلا أن ما يهمه هو المستقبل فحسبه. وعندما حاولت أن تقاطعه أصر على رفضه، فلما سمعت رده وإصراره على عدم معرفة أي شيء عنها أجابته بموافقتها على طلبه للزواج. فرح فتحي بموافقتها، وفي أقل من شهر كان قد جهز كل شيء وتزوج. بعد الزواج عاش الاثنان حياة سعيدة، وشعرت منال بالأمان لأول مرة منذ سنوات. وفي المقابل كان فتحي يوفر لها كل متطلباتها ويعاملها معاملة طيبة لم تكن تحلم بها. مع مرور السنين أنجبت منال ولدين، الكبير اسمه حسام والصغير اسمه محمد. اهتمت هي وأبوهما فتحي بهما وعلماهما في مدارس خاصة حتى أكملا تعليمهما وتخرجا من الجامعة. وبعد تخرجهما ومن خلال معارف أبيهما وعلاقاته الطيبة، عين الاثنان في شركة كبيرة ذات اسم معروف.
كما اشترى فتحي شقة لحسام وكتبها باسمه، ووعد محمدا بأن يشتري له شقة هو الآخر في أقرب وقت. لكن بعدما كبر الولدان وبدأ العمل، لاحظ فتحي أنهما يتأخران خارج المنزل باستمرار، وعندما ما كان يعترض كانت منال تتشاجر معه وترد عليه بعصبية قائلة أن من حق ولدينا أن يسهر ويخرج ويفعل كل ما يرغبان فيه، وكانت تبرر ردها بأنهما كبرا وأصبحا رجلين. كان فتحي يرفض كلام زوجته وتفكيرها الخاطئ من وجهة نظره، حتى جاء يوم أنهى فيه فتحي عمله وعاد إلى البيت فلم يجد ولديه، وعندما علم من منال أنهما لا يزالان خارجا سكت ودخل غرفته ونام، ودخلت منال أيضا ونامت. وعند صلاة الفجر استيقظ فتحي ليصلي، فتفاجأ بأن ولديه لم يعودا بعده. في تلك اللحظة غضب وظل ينتظرهما، وعند 5:30 صباحا عاد حسام ومحمد إلى البيت، لكن الكارثة أنهما كانا في حالة سكر شديد ولم يكن أي منهما قادرا على الوقوف على قدميه. ما أن رآهما فتحي بهذه الحال حتى فقد صوابه وأخذ يضربهما ويشتمهما، لكن حساما ومحمدا تطاولا في تلك اللحظة على أبيهما، وبسبب صراخهم معه استيقظت منال وهرعت إليهما، وبدلا من أن توبخ ولديها تشاجرت مع زوجها وصرخت في وجهه لأنه ضربهما، فغضب فتحي وطلق منال وطردها هي وأولادها من بيته. ومن هذه اللحظة بدأت الحكاية. بعد أن طرد الأب زوجته وأولاده، خرج الثلاثة من بيت فتحي وتوجهوا إلى شقة حسام الواقعة في منطقة الفسطاط التابعة لحي مصر القديمة، وعاشوا فيها. لكن حياتهم كانت صعبة لأن الشقة لم تكن مجهزة للسكن بعد، وكل ما كان فيها بعض الأثاث القديم الذي كان موجودا في بيت فتحي سابقا. وعندما تقادمه نقله حسام إلى شقته بدلا من أن يرماه، وبسبب صعوبة المعيشة في الشقة ولأن كليهما كان يحب أباه، حاول حسام ومحمد أن يصالحاه ويقنعاه بأن يرد أمهما إلى عصمته، لكن للأسف فشل الولدان لأن أباهما كان يرفض أي صلح، معتبرا أنهم ومنال قد تجاوزوا كل الحدود معه. وفي الوقت ذاته كانت منال هي الأخرى ترفض العودة إلى فتحي. بعد مرور أشهر ساءت حياة منال وأولادها أكثر من ذي قبل، فدخل محمد وحسام لم يكن يكفيهما لأن مصاريفهما الشخصية كانت كثيرة جدا، ومع ضيق الحال خطرت لمنال، وهي أن ولديها وأصحابهما بدلا من أن يسهروا خارجا يأتون للسهر في المنزل، والأموال التي يدفعونها في أي مكان آخر يدفعونها لها، وفي الوقت نفسه سيأخذون راحتهم ولن يزعجهم أحد. في البداية استغرب حسام ومحمد كلام والدتهم، لكنهما في النهاية اقتنعا ووافقا وبدأا في التنفيذ. اختار الاثنان عددا من أصحابهم الأغنياء وأحضروهم إلى البيت، ويوما بعد يوم أعجب الموضوع ولدي منال ورأيا أن المكسب فيه جيد، لكن منال أرادت أن تطور فكرتها قليلا، فاقترحت على ولديها أن يحضر فتاة لتقوم بإعداد المشروبات وتقديمها لهم، وبالفعل أحضر حسام فتاة يعرفها وأصبحت هي من تضيف أصحابهما. وفي إحدى سهراتهم دخل أحد أصحاب حسام ومحمد خلف الفتاة إلى المطبخ وتحرش بها فاستجابت له، وعندما رآه حسام وهم بأن يتشاجر معه منعته أمه وقالت له أن يدعه وشأنه، فلكل شيء ثمنه. في تلك اللحظة نجحت خطة منال. عندما كثرت الأموال في أيدي حسام ومحمد أصبحا هما من يفكران في كيفية جلب الشباب الأغنياء الذين سيدفعون أموالا طائلة للسهر لديهم، وليس هذا فحسبه، بل أصبحا هما من يجلبان الفتيات ويشغلنهن لديهم. وكانت معظم هؤلاء الفتيات من خريجات الجامعات وعلى قدر عال من الجمال. بعد فترة تغير حال منال وأولادها وارتفع مستواهم المادي، وأصبح لكل واحد منهما سيارته الخاصة، ولم تعد منال قادرة على استيعاب زبائنها، فأصبحت الغرف لديها مشغولة على الدوام. ولأن العمل كان يتزايد اقترحت منال على أولادها أن يوسعوا نشاطهم ويستأجروا شقة قريبة تحمل نفس المواصفات، أي تكون في منطقة هادئة وفي عمارة أغلب شققها فارغة، وأن تكون العمارة بدون حارس. وبعد بحث طويل وصلوا إلى شقة تتوفر فيها كل المطالب، فاشتراها محمد وجهزها ونقل جزءا من نشاطهم المشبوه إلى الشقة الجديدة.
اتسع العمل وازداد زبائنهم وتنوعوا بين مصريين وأبناء جنسيات مختلفة، وأصبح التعامل المادي مختلف، بمعنى أن الزبون كان يمكن أن يدفع بالدولار أو حتى بالريال، وكان كل ذلك يتم حسب الاتفاق. في أحد الأيام دخل عليهم زبون كان يبدو من مظهره وملابسه أنه ثري، اسمه أمجد، وقد عرف شقة منال عن طريق أحد أصدقاء محمد. كان أمجد شابا ثريا لفت أنظار كل من في المكان بشكله وطريقة كلامه وبالسيارة الفارهة المركونة أسفل العمارة. بعد أن دخل الشقة عرض عليه محمد وحسام الفتيات الموجودات لديهم، وأخبرته منال أن الساعة الواحدة تكلف 600 جنيه. وافق أمجد ودفع أكثر من 600 جنيه، لكن كان له طلب، وهو أنه لا يريد الدخول إلى غرفة مع أي فتاة في الوقت الحالي، بل يريد فقط أن يقضي سهرته لديهم، وإذا ارتاح ووجد ما يريد فسيصبح زبونا دائما، وفي مرة قادمة سيختار فتاة من الفتيات. تركته منال على راحته، خاصة أنه دفع أكثر مما طلبت، أما هو فقد سهر معهم وقضى ساعات قليلة ثم غادر. في اليوم التالي وعند الساعة 10 ليلا، تحديدا يوم 10 من أكتوبر لعام 2015، عاد أمجد إليهم مرة أخرى، فاستقبلته منال وأولادها أحسن استقبال. في ذلك اليوم كان في الشقة زبونان، ولأن الشقة كان فيها غرفتان فقط لم تكن هناك غرفة فارغة، فاعتذرت منال لأمجد وأخبرته أنها ستدخله حال تفرغ أحد الغرف. لم يرد أمجد على كلامها، فقد كان مستمتعا بالحديث مع فتاة تجلس بجانبيه. بعد قليل ليل خرج زبون من إحدى الغرف، وتبعته فتاة تضحك وطلبت من منال أن تحاسبه على مبلغ إضافي. وفي الوقت نفسه دخلت فتاة صغيرة إلى الغرفة وهي تمسك بيديها فراش سرير مطبق. حينئذ اقتربت منال من أمجد وقالت له إن الغرفة يجري تجهيزها، فابتسم أمجد وأخبرها أنه يريد الدخول مع الفتاة التي تجلس بجانبه، ودفع أيضا أكثر بكثير من ثمن الساعة. بعد أن جهزت الغرفة طلبت منال من أمجد والفتاة أن يدخلا، وبالفعل دخل الغرفة، ولكن قبل أن يغلق الباب سمع صوت طرق قوي على باب الشقة. فزعت منال بسببه، وارتاع محمد وحسام أيضا، ولم يرد أحد منهم أن يفتح الباب، لكن مع كل ثانية يتأخرون فيها عن فتح الباب كان الطرق يزداد قوة. بعد لحظات فتح محمد الباب وهو يرتجف، وقد حدث ما كانوا يخشونه. وجد محمد رجال الشرطة أمامه، وسرعان ما ملأوا المكان ودخلوا غرف النوم وأمسكوا بجميع من كان في الشقة وهم في حالة تلبس. أغلقت الشقة بعد تحريز كل المضبوطات التي كانت فيها، وكان من ضمنها 12 هاتفا محمولا ومبالغ مالية بعملات متنوعة، 300 دولار أمريكي و250 ريالا قطريا و1000 دينار أردني و1550 جنيها مصريا. بعد القبض عليهم وفتح التحقيق معهم، أنكرت منال وأولادها كل الاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة، على الرغم من أن كل هذه الاتهامات كانت موثقة بالصوت والصورة، وهو ما ثبت في المحضر بعد إذن النيابة بالتسجيل ومداهمة المكان، كما تمت الاستعانة بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وقت دخول القوات إلى الشقة. وقد تمت هذه الإجراءات بعلم النيابة بعد تقديم بلاغات مجهولة عن الشقة وإجراء التحريات اللازمة، وبناء عليه تم زرع شخص داخل الشبكة لجمع المعلومات عنهم بالصوت والصورة، وكان ذلك عن طريق شخص يدعى أمجد. وهنا كشفت حقيقة أمجد الذي كان في الأصل أحد رجال الشرطة، وقد تمكن من تسجيل كل ما يحدث داخل الشقة صوتا وصورة عبر أجهزة كانت مخبأة معه. وبمواجهة المتهمين بكل الأدلة والضغط عليهم، اعترفت منال بأنها كانت تدير وأرا للدعارة، واعترف ابنها محمد وحسام أيضا بأنهما كانا يساعدان أمهما في إدارة الشبكة. جاءت اعترافات المتهمين الثلاثة إلى جانب اعترافات الفتيات بممارستهن للرذيلة. أما الزبونان اللذان كانا موجودين فكان أحدهما مصريا والآخر رجل أعمال شهيرا من جنسية عربية، وقد اعترف كلاهما بأنهما كانا موجودين في الشقة بقصد المتعة الحرام، ثم أفرج عنهما من سرايا النيابة. وفي عام 2016
صدر الحكم من محكمة جنح مصر القديمة على منال بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى محمد وحسام بالحبس لمدة 1 سنة، وعلى 3 فتيات من ضمن الشبكة بالحبس لمدة 6 أشهر، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.